السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجع لكم فيديو جديد. اللايك والشير بقى كده والسبسكرايب الحقيقة احلى مع غدا عشان يوصلك مني كل جديد. رجع لكم كده ان شاء الله فيديو سهل كده وبسيط بس فيه تريكات حلوة جدا. انتوا عارفين كل سنة وانتوا طيبين. عندنا بقى النص كده من رمضان نبتدي بقى نعمل كده الاكلات اللي هي ايه، سهلة وسريعة. سهل كل الحلل دي وسهلة وسريعة. لا، ما احنا هنأكل معانا ايه احبابنا. تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل فتة حلوة جدا جدا. هقول لك على تريكات كده تطلع منك الفته. بصي يعني الفته على اصولها، الفته المصري بتاعتنا. جبنا هنا معلقتين من السمنه، حطينا عليهم فص من المستكه. تمام. هنبتدي بس نسيح كده المستكه. لازم المستكه تتسيح في السمنه، ما ينفعش المستكه تتحط بعد ما تحطي الميه، اولا عمرها ما هتدوب منك ومش هتديكي اي فايده. لا، لازم المستكه تتسيح مع السمنه. تمام. نزلت هنا عليها باللحمه بعد كده مساحت كده والسمنه قدحت شويه. نزلت عليها بقطع اللحمه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حته اللحمه كانت حلوه جدا. تمام. هبتدي ان انا ايه اشوحها كويس جدا لحد ما تاخد لون وتجيب ميه وتشربها. تمام. يعني النتيجه بتديكي ان هي مش بتطلع اللحمه الله اكبر زفره. لو فيها مثلا اي شوائب ما بتطلعش. وفي نفس الوقت بتاخد لون حلو كده. ما بتحتاجش ان انتي ايه تحمريها بعد كده. انا هوريكم في الفيديو ان شاء الله هي قد ايه خدت لون. بس اهم حاجه تجيب ميتها وتشربها. تمام. نزلت بعد كده عليهم بورق اللورا والحبهان. هنا بشر طماطم وبصل طماطم برضك بتدي احسن من انك انت تحطي الحاجه صحيحه في الشوربه. تمام. حطيت كده معلقه صغيره من السكر بتساعد على اللون والتسويه. نزلت عليهم بميه سخنه. ميه اللحمه لازم تكون سخنه، ما ينفعش انها تكون ساقعه خالص يا جماعه. تمام. بعد ما كده تشويحه كويس جدا بقولكوا شايفه خدت كده اللون اللي هو اللسعه دي الحلوه لكأنك محمره اللحمه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. ريحه اللحمه تتحدث عن نفسها. انا كانت هنا نزلت. بصوا فعايزة مية تاني وحطيت لها برضو مية سخنة. الحلة دي هتفضل معايا طول ما انا شغالة فيها مية عشان خاطر تنقذني. تمام. نقلت بقى اللحمة على العين التانية وتبدأ كده تستوي كده على الهادي كده. وفي نفس الوقت لسه ما ملحتهاش. معانا هنا حبة كده من السمنة. نزلت عليهم بشوية توم محترمين قد راس توم كبيرة كده. تمام. عشان انا هعمل كيلو من الطماطم. لما احمر نزلت عليهم بكوباية من الخل. تمام. فككت كده التوم لازم يغلو شويه. اتفرجي بقى على الريحه وجمالها لحد كده ما يغلو كده شويه. تمام. هنزل عليهم بالطماطم لحد كده وتمام. طلع منك الفته. بصوا مش عايزه اقول لكم قد ايه طعمه وجميله. كل حاجه فيها بتديكي طعم. نزلت عليهم كده هنا بمعلقتين من الصلصه، كانوش مليانين قوي يعني. الفتة بتاخد معايا ملح وفلفل وشوية كزبرة وشوية سكر فقط لا غير. ولما تغلي وتتقل ما بتتزودش. صلصة الفتة يا جماعة ما بتتزودش. تمام. في ناس بتحب الخل والثوم، هتعملي نفس اللي انا عملته في الخل ده بس بدل ما هتحطي طماطم هتحطي كبشة شوربة بس كده. تمام. ركننا بقى الصلصة على جنب. تعالوا بقى نعمل كده شوية رز ابيض كده ما شاء الله يطلعوا بصوا حلوين. هنا برضو معانا حتة سمنة كده. نزلت عليه بكمية الرز اللي انا عاملاها. انا كنت عاملة عدد فتة كتير بس انا عملت معاكم حلة رز واحدة وانا عملت التانية مع نفسي. نزلت عليه كده بالملح والفلفل. هفضل كده اشوحهم مع بعض لحد ما اسمع الرز بيطقطق. وبعد كده هنزل بالميه. مقدار الميه بقى حسب كميه الرز بتاعتك. لكل كوبايه رز عليها كوبايه ميه او كوبايه شوربه. انا بحبه بالشوربه بس انا المره دي كنت عايزاه يطلع ابيض. تمام. حطيت كده الميه المغليه برضو. انا حاطه الحله دي بتغلي ميه اخد للرز او اخد للحمه. تمام. حطيت عليها كده بعد ما حطيت كميه الميه نزلت كده على كميه الرز بربع كوبايه من اللبن. بيديها طعم حلو جدا وبيخليه يعني بصوا طعمه جميل وابيض قد ايه. تمام. هبتدي هنا بقى احيق الشوربه بتاعتي. يعني ايه شوفوا انت بقى كميه الشوربه انت تبقى عايزه قد ايه. حطيت ملح وفلفل بس. يبقى احنا في اللحمه حطينا ملح وفلفل وحطينا ورق لورا وحبهان ومستكه وطماطم وبصل. مش عايزه اكتر من كده. شايفين التحميره دي تهلسها الحلوه ازاي كاني محمراها. تمام. خلاص كده وهي سبكت الطماطم. رحت بقى هنا على عيش كانت ماما مكسرهولي. ابتديت بقى ان انا احط عليه سمنه وادخله الفرن وفضلت اقلب فيه لحد كده ما السمنه ساحت فيه وقرمش كده وبقى جميل. يعني بيبقى حلو كده حتى لو جايبانا عيش ناشف اعملي الحركه دي برضو بتطعم الفته. كنت هنا خلاص عملت الرز التاني مع نفسي وادي الشوربه بتاعتي الجميله. ونبتدي بقى ان احنا نقفل ايه الفته مع بعضينا. تمام. تريكات حلوه جدا، تريكات بسيطه جدا للفته بس بتطلع معاكي
بسبوطه وعلى الشعره. تمام. نبتدي بقى هنا نغرف. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا احط شوربه على العيش. تمام. يطري شويه، ومعلقه صلصه بتطعمه شويه. تمام. ومعلقه رز كده برضو هحط رز. الحركه دي بتدي الفته حلو، يعني بتحس انك انت كده بتاكلي فته كده، مش طبقات، لا انت لما بتاخدي كده المعلقه بتغمري كده فته بكل حاجه. خلاص. ان انا طريت العيش بالشوربه، وحطيت معلقه صلصه طعم لي العيش مع السمنه البلدي، طبعا مش عايزه اقول لكم. حطيت الرز. تمام. حسيته عايز شوربه حطيته تاني، وابتدي ان انا اقلب كويس جدا. بصوا هنا مامتي بقى جت ايه تقلب معايا وتغرف لي الرز في الاطباق. تمام. كل ما احس ان هو عايز شوربه احط له. ابتدي بقى ان انا اعبي الاطباق كده، وابتدي احط عليها الرز. انا كده طريت الرز خليته سوري، طريت العيش خليته، بصوا ما شاء الله، طعمته بقى بشويه رز وطعمته بشويه صلصه حلوين كده. ابتدي بقى ان انا اغرف الاطباق بتاعتي. عايزه تغرفي بقى في صينيه براحتك خالص، حسب العدد اللي عندك. انا العدد ده كان نازل. تمام. اللي طالبين مني الفته رايحه لهم لحد عندهم. الف هنا وشفا، ويا رب تكون الفته عجبتكم. بصوا ادي كمية الفتة، ادي كمية العيش اللي انا كنت. تمام. وفي صينية عيش تاني في الفرن لينا احنا، حاجة كده بسيطة. بصوا هنا بقى هبتدي ان انا احط اللحمة على وش الطبق كده. اللحمة ما شاء الله كنت قايلة للجزار يقطع لي قطع كبيرة، عشان ان انا احط القطعة في الطبق بس تكون كبيرة. تمام. زي الفل. كل سنة وانتم طيبين، وعليكم الأيام بخير يا رب وصحة وسلامة. ويعني وإن شاء الله بإذن الله احنا داخلين بقى كده ايه، يعني على 10 الأواخر من رمضان. يا رب يتقبل منا يا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب إن شاء الله بإذن الله. وهنبتدي إن شاء الله لو حيانا ربنا وادانا العمر نبتدي نعمل ايه، الكحك والبسكوت مع بعض. ابتدي بقى ان انا احط كده على وش الفتة كده باللحمة كده. ابتدي احط الصلصة. مش عايزة اقول لكم ريحة الصلصة كانت وهمة قد ايه. تمام. بصوا حاجة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلاص. الاطباق دي كده بقى هتنزل، هيتحط لها العصير والميه والبلح. وهينزلوا. احنا كنا خلاص قرب، يعني المغرب كان خلاص تقريبا أزف. تمام. هنا بقى كان حبة الرز دول، حبة العيش دول كانوا في الفرن لينا احنا. عملت نفس الخطوة اللي انا عملتها معاكم بالظبط. حطيت شوربة وحطيت الرز وقلبت، بس ما حطيتش صلصة عشان احنا عندنا جزء بيحب الصلصة وجزء لا. جهزت كده صينية كده على قدنا اللهم لك الحمد، وجزء بيحب الرز بس. فانا قسمت الصينية دي على 3 اجزاء. جزء حطيت فيه الرز بس، وجزء حطيت فيه الرز والعيش وجزء حطيت فيه الصلصة. هتشوفوا معايا دلوقتي. بيبقى معاكي عيال متعبة ربنا يعيننا كلنا. وفاض كمان فتة واللهم لك الحمد، كلنا منها تاني يوم. واللهم لك الحمد يا رب، يا رب كده يطعم كل جائع يا رب. تيجي بقى انا احط ايه كمية صلصة بسيطة على جزء بس صغنن كده. محدش بيحب الصلصة غير انا ووالدتي بس. تمام. وعيالي بيحبوا الرز، وباباهم بيحب الفتة من غير اي حاجة عليها خالص. تمام. وابتدي بقى كده احط اللحمة كده من فوق الوش. والف هنا وشفا على اللي اكل اي حاجه. وكل سنه وانتم طيبين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.